باش نبداو نصدق. هذا اطلاق سنتين يطلع بلاتي بلاتي ما تسويش شي حاجه انا عيني على الصاك مثلا. اذا متابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه طنجه. حاليا كنتواجدوا مع جمال العسري، احد اقرباء انوار، لا ديالي احد اقرباء انوار، باش يعطينا اخر مستجدات ديال القضيه. اليوم فحال كما كان منتظر، لان الاسبوع الماضي بعد الجلسه الاولى ديال التحقيق، اليوم كانت الاستدعاء لحضور ثلاث الاطراف اللي كنهضروا الثلاث الاطراف، يعني الضحيه، عائله الضحيه والمتهمين وبين قوسين الشهود، ونادوا عن نفسرهم وعنشرحهم. اذا عائله الضحيه الاستماع ديالها يعني كنقصدوا به الاب والام اللي حضروا اليوم، والمتهمين يعني المتهمه والقارب ديالها، ولان المتهمه لا زالت قاصر كان المفروض انه يحضر معها واحد من العائله، ثم الشهود انا غادي نرجع لهم من بعد. ولكن المشكله انه تزامنت هذه الجلسه ديال التحقيق، تزامنت مع الاضراب الوطني اللي كيخوضوه المحامون. ربما يطرح سؤال: وما علاقه المحامون بالتحقيق؟ كل شيء كيعرف بانه القانون كيعطي الحق ديال المحامين انه يحضروا مع الوكلاء ديالهم في جلسات التحقيق. يعني الضحيه، عائله الضحيه من حقها تحضر معها المحامي، وكذلك المتهمين من حقهم انهم يحضروا المحامين. وهذا ما تعذر اليوم، لان اليوم تعذر على المحامين انهم يحضروا مع الاطراف بسبب هذا الاضراب. اذا ما يمكنش لقاضي التحقيق انه يدير التحقيق العميق وتعميق التحقيق في غياب المحامين، والا سيضرب احد اركان المحاكمه العادله، ويمكن اي واحد يولي يطعن، خاصه ان المحاميين معا انهم كينتميوا الجسد للمحامين ديال طنجه اللي كيخوضوا هذا الاضراب. هذا ما منعش قاضي التحقيق انه يستمع من اجل الاستئناس مع الام ومع الاب، وكذلك من الممكن انه يكون استمع من اجل الاستئناس مع المتهمه. ولكن التحقيق التفصيلي انه ما دارش اليوم. نجيو للشهود. ربما يطرح شي واحد تساؤل: شنو الشهود؟ واش كانوا شهود على الجريمه؟ مع العلم لا، ملي كنقصدوا الشهود ان قاضي التحقيق من حقه استدعى مجموعه ديال الاصدقاء والصديقات ديال المرحوم انوار، ونجدد عليه الرحمه رحمه الله واسكنه فسيح جنته، انه يستدعي صديقات والاصدقاء والزملاء ديالو اللي يرى انهم يمكن يفيدوا التحقيق. كيفاش يفيدوا التحقيق؟ انهم يمكن يوريوا وينوروا المحكمه مثلا شخصيه انوار، صداقه انوار، كيفاش كيعيش انوار، ويمكن كاع يسولهم مثلا هاد المتهمه واش كيعرفوها، واش ما كيعرفوهاش، واش عندها سابق معرفه مع انوار، واش ما عندها سابق معرفه مع انوار، وكيفاش واش هضر لهم انوار عليها. من الممكن، انا ما قلتش هادشي يسالوه، ولكن من الممكن انها تطرح هذه الاسئله من اجل مساعده قاضي التحقيق على هذا. والشهود ماشي بالضروري يكون عندهم المحامي، بل ماشي ما يكونش عندهم محامي، لانه ماشي متهمين وماشي ضحايا، فما كيكونش الشاهد بالمحامي. فبالتالي قاضي التحقيق ارتأى انه في هذا اليوم انه يستمع ويتنور بمجموعه ديال الصديقات والاصدقاء ديال انوار، وبانه يأجل جلسه التحقيق التفصيلي الى جلسه اخرى ما يكونش فيها الاضراب ديال المحامين. وحنا كعائله كنتمنى كتزيد الاثار ديال العائله، ان العائله على الاقل ملي تعرف الحقيقه، كل الحقيقه، انها ترتاح شويه. بغينا هذا الشيء ما يطولش، ولكن في نفس الوقت ما بغيناش التسرع، لان التسرع يقدر يدير اخطاء، وحنا ما بغيناش خطا، بغينا الحقيقه كل الحقيقه، وما بغينا يتظلم حتى شي واحد. فبالتالي كنظنوا بان جلسات التحقيق على الطول، خاصه ان مجموعه الاسئله كتطرح، مجموعه من التساؤلات كتطرح،
التساؤلات اللي جعلتها تطرح هي أنه مثلا ما نعطيش الأسئلة كلها، نعطي غير سؤال واحد كيتطرح، هذا طرح كبير، أنه كيفاش كل بعد مقتله، المقتل ديالو كان واقيلا في 6-7 العشية، في منتصف الليل في الليل كل الحسابات بدات كتمسح وكتمشي. يعني شكون مسحها وعلاش مسحها وشنو كانت في هاد الحسابات الحاجات اللي ما باغاش تبان، وكيفاش حصل على الرقم السري، واش واحد ولا جوج على الكود. يعني اسئله، وهذه الاسئله ما عنديش غير انا، اكيد ان هذه الاسئله عند الراي العام وعند المتابعين، واكيد هذه الاسئله عند قاضي التحقيق، لان كون كان قاضي التحقيق مقتنع بالاجوبه كسالب التحقيق وكعطى القضيه لرفع القضيه من اجل البت فيها في المحكمه. ولكن لان كاين هذا الغموض وكاين مناطق سوداء ومناطق رماديه، فاكيد هذا التحقيق باقي وكنتمناو ما يطوش، وفي نفس الوقت ما كنتمناوش التسرع. بس بالنسبه للشهاده الطبيه اللي قدمت لكم المتهمه، تقدر تاثر شويه في الملف؟ دابا انا كنهضر شي حاجات اللي انا عارفها، لان قريت انا مع الناس بانه قدمت شهاده طبيه، ولكن اللي قال هذه الهضره مع كامل الاسف يخرق اهم قواعد السريه. لان شكون غيكون خرجها؟ انا ما نظنش ان هذه الهضره خرجت من المتهم والعائله، ما نظنش خرجت من الامن، لان الامن وقاضي التحقيق يعلم ليه، ما نظنش خرجت من المحامي، لان المحامي كيعرف انه الا خرج هذه القضيه، الا خرج الاسرار، انه غيتحاسب، لان لا اخلاقيه المهنه كتسمح ليه ولا قانون المهنه كيسمح ليه يخرج هذه، وبانه ممكن تجي واحد الانذار ولا توبيخ ولا شي حاجه. فبالتالي هذه القضيه ديال الشهاده الطبيه انا سمعتها في حالكم، ولكن بين قوسين لان ما ثبتاش، اشك في انها حقيقه والله اعلم، لان من صعيبه تخرج، صعيب، ما يمكنش المتهمه تخرجها، ما يمكنش ديك النهار ما كاينش العين، ما يمكنش المحامي يخرجها، لان المحامي كيعرف بان شنو تابعه، وما يمكنش قاضي التحقيق يتبع. وبالتالي انا ملي كنهضر على شي حاجه اللي هي حقائق، واللي هي كاينه، اللي يمكننا نتحاسبوا بها، ونحترم القانون ونحترم سريه التحقيق. عندنا حتى حنا ما نقولوا، عندنا حقائق نقولوها وعندنا، ولكن حفاظا على سريه التحقيق ومساعده الاجهزه ديال التحقيق والمساعده ديال المساعده، باننا ما يمكنش نخرجوها، لان نحترم انفسنا ونحترم القانون. وهل هناك تواصل مع عائله المتهمه؟ لا، ليس هناك اي تواصل، ليس هناك اي تواصل كيفما كان نوعه. هل تم الحضور ديالهم هذا النهار؟ احنا قيل لنا، احنا ما كنعرفوهمش، قيل لنا لان المتهمه هي قاصره، والقاصر كيعطي الحق بالقانون، كيعطي القاصر انها المرافقه، ففي الغالب غيكون رافقه شي حد في الغالب، ولكن باش نقول لك التواصل ولا عشنا ولا شي حاجه ما يمكنش، لاننا التزم باسم العائله باش نقول الحقيقه، وما يمكنش نعطي شي حاجه ما كاينش هذا. بالنسبه للطريقه تاجيل الجلسه ما تحددش، ولكن في الغالب الاسبوع القادم، كنظن في الغالب الاسبوع القادم، باقي ما تحددش. السؤال اللي مطروح دابا عاود مواقع التواصل الاجتماعي كيقول لك بلي ان الود تبارك الله صحيه، البنيه ديالو الجسديه كيتريا هذاك، ما يكونش ان جريمه ديال القتل تكون قام بها اي طرف واحد، عائله قاصره، يقدر يكون زعما كاين اطراف اخرى في القضيه. كان الجواب على هذا السؤال، وكانت القاضي التحقيق مقتنع بهذا الشيء، كون راه حل الملف على المحكمه. مادام ان التحقيق كاين، يعني كاينه شي حوايج ماشي هي هذيك، ما كاينه ماشي غير هذه الحاجه، كاينه حوايج واشياء ماشي هي هذيك، كاينه اشياء كثيره ماشي هي هذيك، كاينه اشياء كثيره مشكله حولها. شكرا لك، شكرا. اذا متابعي قناه شفتوا كيف ما سمعتوا معنا الجديد ديال قضيه انور. حاليا وصلنا لنهايه البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر اخر.